هو للأسف كده في ستات بتفوق بعد الكارثة ما تحصل، يعني هي ما ينفعش تفوق كده من البداية لوحدها، ولازم مصيبة تحصل تفوقها. والله في رجالة تقول لي أنا بقالي سنين بحذر مراتي، بقول لها على فكرة أنا هتجوز عليكي، بقالي سنين بقول لها على فكرة أنت مقصرة في كذا، بقالي سنين بقول لها نفسي تعملي لي كذا، أيا كان إيه الكذا ده. تطنش تطنش تطنش، اول ما تسمع انه اتجوز عليها، اول ما تلاقيه اتجوز التانية، اول ما تكتشف مثلا على موبايله رسالة وان في واحدة دخلت حياته، تتجنن بقى، تفوق بقى، تعرف قيمة الراجل بقى، تبدأ بقى تروح الجيم وتهتم بجسمها وجمالها وشعرها. طب وكان فين ده يا جماعة من الاول؟ هو ليه لازم تحصل كارثة تفوقنا؟ هو انت اللي بيفوقك ويخليك تحافظي على جوزك ان الدية والغيرة لما لقيتي واحدة تانية دخلت، خلاص بقى ادخل انا كمان واهتم بنفسي عشان ارجعه، لكن طول ما هو قاعد فاضي يولع مش مهم. يعني انت اللي بيخليكي كده تفوقي ان انت غيرانه من واحده تانية. المفروض اللي يخليكي تفوقي ان انت خايفه عليه، ان انت بتحبيه، ان انت عايزه تساعديه، مش تستني لما يروح يغلط او يتجوز ابدا ساعتها افكر ازاي اساعده. ليه بنعمل كده؟ وفي ستات لما بقول كده بتقول لي انت متحامله على الست. هو انت شايفه ان كل حاجه الست تعملها والراجل ما يعملش حاجه؟ لا، انا ما قلتش للراجل نام انت وارتاح وانت يا ست عليكي كل حاجه، لا. بس انا بشوف ان في جانب الرومانسيه والاهتمام والدلع والشموع ده شغل ستات. بشوف ان المسؤوليه هنا بتقع على الست اكتر، زي بالظبط ما في جانب الامان المادي والشغل والفلوس والسند والحمايه، المسؤوليه بتقع على الراجل اكتر. انا مش هروح للست اقول لها انت اللي هتنزلي تجيبي فلوس وانت اللي هتبقي سند لجوزك، لا. هو السند والحمايه والامان واللي بيوفر الشغل والفلوس، دي هنا مسؤوليه الراجل اكتر. بس انت المفروض ان جوزك برضو يهتم بيكي ويبقى رومانسي وكل حاجه، ما قلتش ان انت بس اللي هتعملي وتحافظي على العلاقه، بس في جانب الدلع لا، ده شغل ستات اكتر. انا مش متحامله على الست، بس دي وظيفه الست اكتر من الراجل. الراجل مثلا مش هيسيب شغله ويرجع من الشارع قرفان من الحر والمواصلات ويدخل بقى الاوضه يعمل شموع وورد، لا، ده دلع الستات، ده دور الست. بس هي دي الفكره اللي مخلياني مركزه ان انت اللي تقدري تحافظي على جوزك، انت اللي تقدري تشبعيه، انت اللي تقدري تخليه ما يروحش يبص لواحده تانية. فالفكرة ان ليه لما بتحصل الكارثة بفوق واعرف قيمة جوزي واهتم بجسمي واروح الجيم والعب رياضة؟ طب وليه ما نعمل كده من الاول؟